حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين معروف أنكم لا تدرون أيها فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما يفرحون بما أنزل إليك ومن ينفق مكرما ويتربص بكم الدائر علينا تسرع الله سميع عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مكرما ويتربص بكم الدائر علينا تسرع الله سميع عليم. فقولوا يا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو مغيرا نعمة أنعمها حتى يغيروا بأنفسهم أن الله سميع عليم. إن اعترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قوم ليس علينا بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب
شجر ولا لهم لا تدور الشمس وأخذنا منها الميثاقا غليظا كانت أمامها قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشف إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من حقها إثم فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم من الريان فيصلمان ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا